ثم قال ولم تمت قط من نفس. هنا ذكر اللي عنده شي تليفون. هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى لفظة النفس، لفظة النفس. قال ولم تمت قط من نفس. ولفظة النفس هنا في سياق كلام الناظم رحمه الله تعالى، في سياق كلامه بمعنى الروح. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل النفس هي الروح، هل النفس هي الروح أم هما متغايران. اختلف فيها أهل العلم على قولين. هناك من قال على أنهما متغايران، وهناك من قال على أن النفس هي الروح، وهذا هو الراجح. وبعض أهل العلم ذكر نكتة في هذا الخلاف، قال تسمى نفسا الروح، تسمى نفسا إذا كانت في الجسد، أما إذا فارقت الجسد تسمى روحا. لهذا ماذا نقول حينما يموت الميت؟ نقول فاضت نفسه أم فاضت روحه؟ فالمتداول عند الناس أنهم كنسمعوا يقولوا خرجت نفسه، يقول خرجت روحه. وحينما تكون الروح داخل الجسد وهو حي في الغالب ما نعبر عنها بالنفس. يعني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، قال النفس تطلق على أمور أحدها الروح. النفس تطلق على أمور أحدها الروح. إذن فتطلق النفس ويراد بها الروح. إذن قال ولم تمت قط من نفس، أي أن الموت حقيقتها ومتعلقها الروح. وعندما تقبض الروح وتنفصل عن البدن فهذه هي الموت. والروح علاقتها مع البدن لها 4 أنواع. الروح علاقتها مع البدن لها 4 أنواع أو 4 تعلقات. وقد ذكر هذا أي هذه الأنواع شارح الطحاوية العز بن عبد السلام، ذكرها مجملا، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الروح، وذكرها كذلك ابن عيسى في شرحه على نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. فقالوا النوع الأول الذي تتعلق به الروح مع البدن، النوع الأول ما يكون في رحم الأم، ما يكون في رحم الأم حين يبعث الملك فيؤمر بنفخ الروح في الجنين، وهذا فيه حياة للبدن والروح. حينما يرسل الملك فينفخ في الجنين فتصير حياة في البدن وبالروح، فتكون حياة للبدن بالروح. لكن التعلق هنا خاص، ليس كما إذا خرج الجنين، هذا خاص داخل بطن الأم داخل الرحم. هذا هو التعلق الأول بين الروح والبدن. النوع الثاني تعلق الروح بالبدن على هذه الحياة في الدنيا، حياة الدنيا. فإن الحياة للأبدان، حياة الدنيا تعتمد على الأبدان. والروح تبع للبدن، يعني أنه يقع التنعيم في الدنيا ويقع التألم ونحو ذلك على الأجساد، والروح تبع. حينما يريد أن ينعم الإنسان أو يسعد، مسائل الماديات، أو حينما يتألم الإنسان، ففي الغالب يكون هذا واقعا على الجسد. هذا لا يعني أن الروح لا تتألم ولا تنعم، لكن الأصل يكون في الجسد، والروح تبع. النوع الثالث وما بعد الموت.
وهو الذي سيكون حديثنا عنه. وما بعد الموت عندنا حياة بعد الموت، عندنا حياة في القبر وحياة ما بعد القبر. الحياة التي في القبر تسمى الحياة البرزخية. الحياة البرزخية، فإن الحياة هنا الظلمة، الحياة دابا في القبر، فإن الحياة هنا للروح، العكس ديال الدنيا. الحياة للروح والبدن تبع، والبدن تبع، بمعنى أنهما كلاهما يقع عليه النعيم وكلاهما يقع عليه العذاب، لكن أصالة الروح أصالة. بل لم يختلف أهل العلم على أن النعيم أو الجحيم في الحياة البرزخية في الروح، لكن اختلفوا في البدن. لكن جمهور أهل العلم على أنهما معا يقع النعيم والجحيم هما معا، لكن أصالة الروح، ثم البدن يكون تبعا. وذلك عكس الحياة الدنيا. وأما ما بعد الموت في البرزخ فإن الحياة للأرواح، والعذاب والنعيم على الأرواح والأبدان تبع لها، يكون لها نصيب من العذاب ومن النعيم بتبعيتها للروح. الرابع هو تعلق الروح بالبدن يوم القيامة العظمى، يوم القيامة العظمى وما بعده. وهذا أكمل تعلق. الذي مر معنا مرة يكون الروح أصالة والبدن بالتبع، ومرة يكون البدن أصالة والروح بالتبع. الآن يصير البدن والروح كلاهما أصل. ولهذا قال وهذا أكمل تعلق، فإن الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل، ويكون التنعم في يوم القيامة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعا في أكمل تعلق لهما، وهذا أسراره يعلمها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي تعلقات الروح مع البدن. هي 4. إذا قال الناظم قال ولم تمت قط من نفس وما قتلت، أي أن كل نفس ماتت. قال ولم تمت قط من نفس ماتت، من نفس أو قتلت. إذا الكلام كلام الناظم يتحدث عن كل الموتى، سواء ماتوا موتة كان سببها المرض، أو كان سببها أو بغتة، أو كان بسبب حادث، أو كان بسبب أكل السباع، أو بسبب غرق، أو بسبب حرق. كله يتحدث الناظم عن كل نفس ماتت أو قتلت، أو رجل أو شخص اغتيل، أو اغتيل من شخص آخر، رجل قتل شخصا، وهو كذلك داخل في ما سيأتي من هذه الأحكام. إذن قال من قبلها، ثم قال من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، أنهم ماتوا هؤلاء جميعا، الذي مات بسبب حادث أو مات فجأة أو مات بسبب أنه أكلته السباع أو أحرق بنار أو أغرق، هؤلاء كلهم لن يموتوا إلا بعد أن يستكملوا ماذا؟ أن يستكملوا الأجل والرزق. الأجل والرزق. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لهذا قال الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا. لهذا قال في آية أخرى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلك لا تستأخر ولا تتأخر ولو ثانية، ولن تتقدم بثانية. سيتوفاك الله عز وجل وستموت. وإياك أن تقول مثلا، بعض الناس يقول لولا السرعة لما مات في حادث. رجل مات بسبب حادث سير وبسبب السرعة، فماذا يقولون؟ لولا السرعة ما مات. لو لم يذهب إلى ذلك المكان لكان ما زال
حيا. لا، وهذا لا ينفي أنه لا يجوز التهور في السرعة، وأنه لا يلقي الإنسان نفسه إلى التهلكة. هو كان سيموت في ذلك الوقت، لكن لا يكون هو سببا في تكون له يد في ذلك. الإنسان يدير الاحتياط وكذا، ماشي إنسان يمشي بسرعة 280 ولا 180 ويفوت القانون ديال السرعة ويقول لك إلا بقدر لي أن الله عز وجل نموت. وهل تعلم أنت الغيب؟ لا تعلمون. إذا أنت تقوم بما أمرك الله جل وعلا به، وهذا قد مر معنا في الفصل الذي تقدم، اللي هو الإيمان بالقدر خيره وشره. ثم قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اللي جاء الأجل ديالها يمسكها الله عز وجل، أما اللي باقي موصل الأجل ديالها فالله عز وجل يرسلها إلى الجسد. وكل نفس إذا ماتت فإنها لا تموت حتى تستوفي رزقها الذي قدره الله لها. لو بقيت شربة واحدة من ماء فلن تموت حتى تشربها. أذكر مرة عندنا في مدينة سلا مكان البناء في عمارة لها 4 طوابق، وكان أحدهم يعمل في الطابق الرابع، البلاط كان يخدم المرتو، فسقط من الطابق الرابع إلى الأرض وما وقع له شيء. وي ذاك الشونتي محل العمارة فيه البناية والتريسية كل شيء هبط، تيشوف فيه 4 أيام وكل شيء تيسلم عليه وكذا، يبوس له راسو هنيئا لك، وهذه شي دعوة معاك، وهذه شي كذا وشي كذا، خصك دير لنا شي زردة، وخصك دير لنا. هو بداك الضجيرة وبداك الفرحة والشونتي كل شيء ضاير به، غادي عند مول الحانوت يشري لهم الحليب والخبز، غادي عند مول الحانوت قاطع الشنطي داز كاميو ضربو قتل. وهذه قصة يحكيها الشيخ البدر عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، أن رجلا سقط في بئر، واحد الرجل سقط في بئر وذاك البئر فيه الماء، فبدأ يغوت يستنجد ويصيح ويغوت حتى جاء أهل القبيلة في تلك هما يجبدوه هذا وفرحوا به، وهذا ومسحوا له وبدلوا له حوايجه، جا واحد السيد عطاه واحد الكاس اللبن شرب، وتيعاون كيفاش طحتي كيفاش، فبغى صافي هو طاح بوحده، وهو الله عز وجل نجا. دابا كاين الناس دايرين به يوريهم كيفاش طاح، فعاود طاح في البير مع الطيحه مع مات. شنو اللي كان خصو ناقصو؟ هذاك الكويس ديال اللبن طلع يشربو، باقي خصو يشرب وعاودوا حتى تستكمل رزقها. راه شوف، راه هذا هو اللي خصو يتربى فينا في القلب ديالنا، اليقين على الله. هادشي اللي كنجريو عليه بالليل وبالنهار وكذا وخايفين وعندك ومزير ولا ما درتش والله لا قفلتي لا فورتي والله. يا اخي راه الرزق مقسوم. هاد التخطيط وهاد الجرا، وكتلقى الانسان كيحل من الصبح حتى المور العشاء، والصلاه ما هي صلاه، قران ما هو قران، التربيه ديال الوليدات ديالو ما هي تربيه، حياه ما هي حياه. شنو السبب؟ الا تجلس معاه تكون خايف، يقول لك راني خايف، مال الغلاء هذا ما عندي كندير، راه الوليدات المصروف كثر. يا اخي الله عز وجل قسم لك الرزق وأمرك بالأسباب. هذا لا يعني أن تجلس في الدار، لا، نقوم بالأسباب، واجب دير الأسباب، لكن ماشي تغرق في الأسباب. تغرق في الأسباب هذا منهي يعني، هذا صافي يمشي. فين هي أوامر الله عز وجل؟ فين هي العبادات؟ فين هي قراءة القرآن؟ يا هذاك يضحك علينا الشيطان، يقول لك شوف غادي تزيد مور العشاء تخدم، غادي يجيو الكليان.
راه إلا سديتي مع الظهر مع الوقيته ديال الظهر تسد وتمشي تصلي تماك فين كيجيو الكليات. وفعلا الا درتيها وتبغي تسد مع الوقيته ديال الظهر ولا العصر غادي يتكبوا واحد الشيطان غادي يصيفط لك واحد 8 ولا 10 باش تبتلى بالايمان ديالك. هو راه الرزق هذوك 8 وهذوك الا كانوا مكتابين لك في الرزق يمشيو فين ما مشاو غيرجعوا يتقداو من عندك، لان هذاك الرزق محتوم مقدر لك. طيب هذا الشيء اللي الله عز وجل قدره لك ما كاينش اللي يحيدو لك. لذا قال بعض السلف: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت له. فالجنة والنار شكون اللي مضمون له الجنة الآن؟ ما عارفينش. إذا فايش خصنا نجتهدوا بالليل وبالنهار؟ في هذيك اللي ما عارفينش واش غادي ندخلوا لها، ولا في هذيك اللي مقسمه لنا؟ هذيك اللي مقسومه لنا ما كاينش اللي غادي يحيدها لك، ولو اجتمع الانس والجن على ان يسلبوها منك لن يسلبوها منك، وان اجتمع الانس والجن على ان يعطوها لك والله لن تاخذها ولن يرزقها الله لك. اذا هذا الرزق مقسوم. اذا في ماذا علينا الاجتهاد اكثر؟ في الشيء الذي غير مضمون. فرزقك مضمون، أما الجنة والنار هل أنت مضمون أن تدخل الجنة؟ إذا أنت لا تعلم أين مصيرك. ففي ماذا الاجتهاد؟ أو في أين الاجتهاد؟ في الشيء الذي لا تدري إلى أين ستصير إليه. دابا وقع عندنا العكس. هذا في صحيح الترغيب من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا، أي أقبلوا، تعالوا. فأقبلوا إليه فجلسوا، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل عليه السلام نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. لا ينال ما عند الله إلا بطاعة الله. لذلك الإنسان لا يدري متى يكون أجله، وبأي أرض يكون أجله، وكيف سيكون أجله. هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترغيب أيضا: إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة. إذا بغى الله عز وجل أنت هنايا والله عز وجل قدر لك أن تموت في طنجة ولا في شي مدينة، الله عز وجل يجعل لك حاجة في تلك المدينة فتهرع إليها مسرعا، فبمجرد وصولك إلى هناك تموت، لأن الله قدر لك الموت في ذلك المكان. لهذا يقول الله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. واعلم أيها المسلم أن هذه الموت هي حقيقة لا مفر منها، وأن كل من على هذه الأرض سيذوق الموت. كل من على هذه الأرض سيذوق الموت. لهذا الله عز وجل قال: كل من صيغ العموم، كل نفس ذائقة الموت. ذائقة الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ذاق حرارة الموت، وكان يقول: إن للموت لسكرات. وجاءت الله عز وجل اسمها سكرة الموت بالحق. سكرة الموت بالحق. يعني يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: هذه الآية تعزية لكل من على الأرض. تعزية لكل من على الأرض. كل نفس ذائقة الموت. هذا يقول الناظم: ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. قال: وكل روح. إذن في الأول ماذا قال؟
ولم تمت قط من نفس، ثم قال وكل روح. إذن عند الناظم أن النفس هي الروح. قال وكل روح رسول الموت. رسول الموت. من هو رسول الموت؟ هو جبريل. جبريل هو جبريل، ها هو ملك الموت ماشي جبريل هكذا. إذن روح قلنا رسول الموت هو ملك الموت. وهناك من يطلق عليه اسم عزرائيل، وهذا هذا اللفظ لم يثبت لم يثبت. إذن قال وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه. إذن هذه الروح من يقبضها؟ ملك الموت، لكن حتى يأذن له الرب تبارك وتعالى. لكن هنا قد يقع إشكال في مجموع بعض الآيات، سنذكر هذه الآيات. مثلا الله عز وجل قال حتى إذا جاء أحدكم الموت، الله قال توفته رسلنا. هذا الميت هذا شكون اللي قبض الروح ديالو؟ توفته رسلنا. رسلنا أي الملائكة. إذن هنا الله عز وجل ذكر أن قبض الروح شكون اللي يقبضها؟ ملائكة ماشي ملك واحد. طيب، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. هنا من يقبض الروح؟ الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها. ثم قال في آية قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذا شكون اللي يقبض الروح؟ مرة قالوا رسلنا لمن الملائكة، ومرة الله يتوفى الأنفس، ومرة ملك الموت، كما ذكر الناظم. قال وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. هنا الناظم حل إشكالا واحدا اللي هو بين أن الله يقبض الروح مع ملك الموت. قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، أي أن هذا القبض، قبض الروح، لا يكون إلا بإذنه. لا يكون الله يتوفى الأنفس حين موتها أي بإذنه. لأن شكون اللي غادي يمشي يقبض الروح؟ واللي غادي يجي معنا في الآية ملك الموت. ملك الموت. لكن هل يذهب ملك الموت من تلقاء نفسه؟ لا، بل حتى يأذن الله له، كما قال الناظم بإذن مولاه. إذن هم هذه الآيات ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هو عمدة في هذا الباب. في الغالب سنستدل بهذا الحديث، وحديث البراء، حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه. نزل إليه من السماء ملائكة جمع بيض الوجوه، وهذه الملائكة معهم جبريل، معه ملك الموت. ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. اسمع إلى هذه الصفة، ملائكة تنزل كده بيض الوجوه. لأن كنت في الدنيا مع من ستبيض وجوههم غدا يوم القيامة. لأنك في الدنيا كنت مع من؟ مع أصحاب النور. كنت متبعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو النور. فكذلك عند الموت يرسل لك الله عز وجل ملائكة الوجوه. الله، ما كتكون جالس ومعبس ماشي هو هذاك، ويدخل عندك شي واحد عزيز ووجهه مبشور كترتاح. هذا الموقف الصعب عند النزع الله عز وجل يرسل لك ملائكة
بموت ثم يجيء ملك على أنه ستنزل ملائكة بيض الوجوه لكن معهم من؟ ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اسمع أيتها النفس الطيبة اسمع أيها الطيبة من هذا الذي سيقال له ويقال لروحه اخرجي أيتها النفس الطيبة من؟ الذي عاش طيبا في الدنيا الذي عاش على الإيمان والأعمال الصالحة الذي عاش في الدنيا على أوامر الله الذي عاش في الدنيا الله لهذا الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هذا ذكرانا وإناثا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الإيمان عليه بالإيمان والأعمال الصالحة حينما يأتي ملك الموت يقول يا أيتها النفس الطيبة الإنسان بعيد عن أوامر الله مقصر بجنب الله غير محافظ على الصلاة بعيد عن كتاب الله بعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد كل البعد عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحيا حياة طيبة في الدنيا كيف يعيش معيشة طيبة كيف يقال لروحه أيتها الروح الطيبة كيف لا يمكن إلا إذا عاش في الدنيا طيبا إلا إذا عاش في الدنيا حياة طيبة والحياة الطيبة مربوطة باش كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أين نحن من الأعمال الصالحة الله قال عز وجل في آية فمن اتبع هداي اللي يبغى الحياة الطيبة يبغى الحياة الطيبة هذا سبيلها فمن اتبع هداي هدى الله فلا يضل ولا يشقى قال أهل العلم لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة العكس أعرض عن ذكري يعرض عن ذكر الله يعرض عن أوامر الله يعرض عن الصلاة على وقتها يعرض عن صلاة الصبح في المسجد يعرض عن قراءة القرآن باليومين والثلاث أيام والأربعة أيام ولا يقرأ القرآن أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة ورضوان إذن هذا دليل على أن الله راض عن هذه الروح طيب رضا الله أين يتجلى في أوامر الله في الأوامر في اجتناب النواهي وامتثال الأوامر ثم كاين الرضا الله عز وجل من شي قارورة ديال الماء ديك القطرة كي كتنزل الله بسهولة كما تخرج القطرة من في السقاء فيأخذها صافي خرجات فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين كيدابزوا عليها يتخاطفون عليها شكون هما الملائكة لماذا؟ لأنك أنت في الدنيا كنت تسارع في الخيرات لأنك في الدنيا أي مكان فيه الخير تحفه الملائكة تجدك الملائكة فيه فين ما مشات للجامع تلقاتك تماك مجالس العلم تماك اتباع الجنائز تماك غض البصر تماك قراءة القرآن راه تماك في أي خير تجدك الملائكة هناك فعند سكرات الموت لما كتخرج الروح ديالك كيتخاطفوا عليها هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها في ذلك الكفن لأنه جاءوا بالكفن من الجنة وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض الروح طيبة زكية طاهرة تروح منها رائحة المسك فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب ما كيمروا على شي ملائكة في السماء يتساءلوا ما هذا الروح الطيب
فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له كل سماء مقربوها الله يتخطفوا عليه ويرحبوا به إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقول الله صلى الله فيقول الله عز وجل اكتبوا النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف غادي تكون القصة ديالو هذا؟ القصة ديالو غادي تكون كيف كان في الدنيا. نزل إليها من السماء غيظ شداد سود الوجوه سود الوجوه خلو. علاش؟ لأنه هنا في الدنيا عاش وقلبه كان مسودا، عاش في الدنيا ووجهه كان مسودا. للطاعة لنورا في الوجه وفي المقابل وإن للمعصية لسوادا وظلمة في الوجه وظلمة في القلب. فهو عاش وجهه مظلم قلبه مسود، عاش في طريق مظلمة، كان في طريق يعيش في طريق مظلمة مسودة، يقول لك يخلص لا حلال ولا حرام، يقول لك سيدي غا عطينا سكرات الموت كتنزل ديك الشيء الجزاء من جنس العمل تنزل سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت. إذن كتجي الملائكة كما مر معنا فيجلس. وخصكم تعرفوا على أن مجرد ما كتخرج الروح ويكون الله غاضب على هذه الروح فاعلم أن غضب الله آنذاك ليس بعده رضا. أما إذا خرجت الروح وكان الله راضيا عنك فاعلم أن هذا الرضا الجسد كتفرق في الروح كتفرق في الجسد ديالو فينتزعها. الآخر قال فتخرج كما تقطر كالقطرة من في السقاء. هنا قال فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. محرش تدخلوا في الصوف مبلول كي وكتبغي تحيد داك الصوف من داك السفود كي كتحيدو كامل ولا كتحيدو طراف؟ تحيدو طراف. هكذا تخرج روح هذا الخبيث هذا الفاجر فتقطع. إذا أخذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح التي جاءوا بها من النار ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. كتخرج رائحة نتنة لأن كان في هذه الدنيا يجلس في مجالس الغيبة والنميمة والمجون والكذب، كان في مجالس أصلا نتنة، كانت حياته في مستنقعات، يعيش في المستنقعات لا يعيش في مجالس الذكر في أطايب. فتخرج روحه كأنتن ريح وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. يطلبوا باش تفتح له أبواب السماء فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلج الجمل في سم الخياط لا تفتح لهم أبواب السماء. قال حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل الناقة كما ذكر بعض أهل العلم في التفسير، وسم الخياط هو ثقب الإبرة، في ثقب الإبرة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى وما أدراك ما سجين. فالكيس الفطن عليه أن يستعد لهذا في هذا الأسبوع في هذه السنة. شوف
انظر ما مر من هذه السنين التي مرت، كيف كانت حياته؟ هل كانت وفق الطريقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كانت يرضاها الله عز وجل؟ هذا هو الميزان. حتى واحد ما يقول لك انت راه روح طيبة ولا روح خبيثة. شوف، اعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الجواب. اجلس مع زوجتك ومع أهلك، الغرض اللي عندهم هو الكوزينة والطبخ، ما تصلي في الوقت، ما عندها نصيب من القرآن في اليوم، ما عندها أذكار، ما عندها تربية الأبناء، تربية على القرآن، تربيهم على الدراسة والمراجعة ويأكلوا العصا، لكن على الحلقة كيف ستكون هذه الحياة ديال هذه الأسرة؟ فلهذا اللي تيفكر غدا يوم القيامة يكون مجموع مع وليداته في الجنة، فعليه أن يشتغل بطاعة الله هو وأهله وأبناؤه، أن يكونوا على طريق مستقيم، أن يكونوا على أيتها الروح الطيبة. ونعوذ بالله من الصنف الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم شريف صدقت درت لا كاين شي سؤال في هذا الدرس هذا اليوم؟